يا جماعة، كنت قاعد أنا وواحد صاحبي من شوية فبيسألني وبيقول لي: أنت إزاي يا ابني عايش مع مراتك العمر ده كله ما عملتوش ولا مشكلة واحدة؟ أنا قلت في سري: إيه يا عم النق، هتفضل تنق عليا؟ فالمهم قلت له: الفضل يرجع يا ابني لشهر العسل اللي قضيناه سوا، لأني خدتها ورحنا باكستان اللي بيبقى فيها جبال عالية دي، وأجرنا حمارين علشان نعرف نطلع الجبل. عيب تشوف اسم سيدنا محمد قدامك وما تعملش إعجاب ولا حتى تصلي عليه في التعليقات. المهم، أنا ركبت الحمار بتاعي وهي ركبت الحمار بتاعها وطلعنا على الجبل. فجأة الحمار بتاعها راح متكهرب ووقع بيها. بس المهم، أنا قعدت أتفرج عليها، لقيتها قامت وخبطت الحمار وقالت له: دي المرة الأولى. وبعدها الحمار مشي شوية وراح وقع بيها تاني. أنا قلت في سري: أنت الحمار مش قادر يشيلك. المهم، راحت قايمة وخبطته مرة تانية وقالت له: دي المرة التانية. مشينا شوية وراح الحمار واقع لتالت مرة. هي راحت نازلة من على الحمار ولقيتها ماسكة عصاية ونازلة فيه رزع وضرب. أنا اتصدمت من ساعتها وبصيت لها وقلت لها: إيه الهبل ده يا بنتي؟ ده حمار مش بيفهم، حرام كده. لقيتها بصت لي وبتقول لي: دي المرة الأولى. ومن يومها أنا ما بقيتش بجادلها.